نرحب باستاذ حسام زايد الصحفي بجريده الشروق. استاذ حسام اهلا دينا، ازيك؟ وازيك عادل؟ وان شاء الله تبقى فقره زي الفل بالصلاه على كده ان شاء الله. بس يا ربنا يسهل ان شاء الله ونفوز النهارده مصر وجنوب افريقيا. بص، قبل ما نخش في الاولمبي بس كان في خبر عايزين نتكلم فيه اللي هو يخص التشكيل الحكومي. كان رئيس الوزراء العائد دكتور كمال الجنزوري كان قال ان هيعمل 3 وزارات هيكونوا شباب على الاقل، ان في 3 وزارات هيمسكهم شباب من شباب التحرير تحديدا او بشكل عام من شباب مصر. وبعدين ابتدينا نكتشف بعد كده ان دلوقتي اصبح في عوده وزاره الرياضه ووزاره الشباب، بقت كل واحده فيهم وزاره مستقله. فقول لي الاول انت تقديرك في الموضوع ده، ان يبقى في وزاره للرياضه واللي المفروض هيمسكها ان شاء الله يكون شاب. والله يمكن خليني اقول لك واقول للمشاهدين، يعني المهم مش المسمى، المهم الاداء نفسه او الصلاحيات اللي هتديها الحكومه للوزاره، سواء وزاره شباب او وزاره رياضه. يمكن شفنا على مدى السنين اللي فاتت كان في مجلس قومي للرياضه حسن صقر، مجلس قومي للشباب صفي الدين خربوش. يعني كان في ملاحظات كتير على اداء المجلسين. في ناس بتطمح ان يكون وزاره ده هيديها صلاحيات اكبر، هيديها امكانيات اكبر ان هي تنفذ اللي في دماغها او الخطط. لكن انا شايف انه الاداء نفسه او البرنامج او الصلاحيات اللي هتديها للشخص اللي هيتولى المسؤوليه هي اللي هتفرق. يمكن في الكواليس انا عرفت ان في 3 حاليا مرشحين بقوه لمنصب وزير الرياضه، رانيا علواني والدكتور اشرف صبحي اللي كان ماسك مدير التسويق بنادي الزمالك، وفي اللواء مجدي اللوزي من القوات المسلحه. يمكن دول ابرز الشخصيات اللي هم هيتولوا. وهادي خشبه تقريبا كمان مرشح، يمكن مش بقوه. الكابتن هادي خشبه طبعا هو شخصيه عظيمه طبعا ورياضيه. على الناحيه الثانيه في وزاره الشباب الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، يمكن ده مرشح بقوه. لكن خليني اقول لك انا عن نفسي شايف ان في شخص يعني مش عارف هل تجاهل او ما جاش في الحسبان. المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، يعني انا شايف ان هو الاصلح والاقدر ان هو يتولى وزاره الرياضه، لانه بتربطه علاقات قويه جدا بالمسؤولين في الدول الخارجيه. هل مهم ان الوزارتين دول الشباب والرياضه انه يكون اللي يمسكهم فعلا شاب صغير ولا لا؟ يعني هو طبعا احنا عارفين لسه مستنيين نتطلع مين الشباب اللي هيبقوا موجودين في الوزاره، ولكن لو بنتكلم عن الوزارتين دول تحديدا، انا فاكر ان زمان جدا من وانا صغير حتى وما بفهمش في السياسه وما بفهمش اي شيء، يشاوروا لي اعداء يقولوا لي ده وزير الشباب والرياضه، واشوف التلفزيون شعره ابيض يعني بيطلع السلم كده على مهله. فهل احنا محتاجين ده؟ محتاجين حد يكون شاب نزل قريب، راح النوادي، راح مراكز الشباب والرياضه عشان يشوف مشاكلها ويتعامل فيها، ويكون برضه طبعا اكيد عنده خلفيه وعنده خبره تقدر تطورها، ولا مش شرط؟ لا، هو بالتاكيد ده شرط، لان هي اسمها اصلا يعني وزاره الشباب. فانت عايز حد يبقى عنده نوع من المغامره او نوع من الطموح، ان هو يعني معلش، يعني لما حد يبقى كبير في السن في وزاره زي الشباب هيبقى يعني حته المغامره دي مش عنده، يعني بيخاف ياخد قرار مثلا فتطلع حاجه غلط او كده. فانا اعتقد ان شاب لازم وزاره الشباب او وزاره الرياضه لازم يكون في شاب ينزل مراكز الشباب اللي بايظه اللي بنسمع عنها، ينزل الانديه يشوف الفساد اللي فيها. هو هيبقى يعني كمان سنه هيبقى قريب من الشباب، يعرف ايه احتياجاتهم، هيقدر يواكب معاهم التطورات كلها. طب ردود الافعال عامه على هذا الخبر يعني لقت بالايجاب؟ كانت ردود افعال جيده؟ والله خلينا اقول لك الاول على مستوى الشباب نفسهم او المستوى الشباب. طبعا هناك قبول لده، لان كله كان بينادي بيه، خاصه بعد ثوره 25 يناير لقينا ان كل الوزارات المسؤولين اتغيروا ما عدا المجلس القومي للشباب والمجلس القومي للرياضه. يعني كان المهندس حسن صقر مع احترامنا يعني كان ما زال موجود في موقعه، ففي علامات استفهام كبيره جدا. فكان لازم تغير من منطلق سلامه النيه، يعني زي ما بنقول. طب في تقديرك انت شايف يعني هيبقى اختصاصات كل واحده ازاي؟ لان الموضوع برضو تقريبا بيلعبوا في نفس المجال، فبس يعني انت شايف هيبقى فارق لما يكون في وزاره عن لما يكون في مجلس قومي، وكل واحد اختصاصاته ايه؟ يعني وزاره الرياضه هتبقى انت في تقديرك هتبقى ماسكه ايه، ووزاره الشباب هتبقى عامله ايه؟ هو طبعا وزاره الرياضه هيكون دورها الانديه الرياضيه، يعني سواء كره قدم او الالعاب الاخرى. اما وزاره الشباب فهتكون مسؤوله عن مراكز الشباب، وطبعا لازم تطوير الشباب بالظبط، ولازم يكون في يعني اتفاق او جلسات ما بين الاثنين. احنا عمرنا ما شفنا المهندس حسن صقر قاعد في جلسه مع الدكتور صفي الدين خربوش يعني خالص. يعني طب ايه السبب؟
لا واعتقد انها ده تسهل جدا، يعني عايز اقول طب هل لو التاني معلش كان قرار حلو ان هو نقسمهم وزارتين ولا كان لازم يتفصلوا كوزارتين؟ لان انت كنت لسه يعني انت ان الترابط ما بينهم مهم. كان في يعني لما الدكتور كمال الجنزوري من اسبوع مسك او خلاص يعتبر تولى، كان في اتجاه ان هي تبقى واحده، يعني وزاره الشباب زي ما طول عمرنا بنسمع عنها. فاللي انا عرفته ان في موظفين او وكلاء وزاره في المجلس القومي للرياضه، القرار ده كان بالنسبه لهم مشكله وازمه، لانه انت عندك انا هنا وكيل في وزاره وكيل في المجلس القومي للرياضه، وانا وكيل في المجلس القومي للشباب. اذا حصل الاثنين دول اصبحوا كيان واحد، مضطر تضحي بواحد من الوكيلين الوزاره دول تنزله، بالتالي هيبقى درجته اقل، بالتالي هياخد فلوس اقل. المرتب بالظبط، المرتب هيفرق والبدلات هتختلف. مصلحه الشباب والرياضه بالظبط يعني. بالظبط. خليني بس برضو معلش عشان الموضوع ده اصله مهم جدا. انا كنت انا من شباب مصر الجديده وعايش هناك، وكان فتح قريب مننا مركز في النزهه او جنب ناحيه مساكن شرقي، كان مركز رائع وكبير جدا وعملاق وخدمات وبتاع. فنزلت عشان اروح، وكان لسه بقى جديد يعني لسه عارف بيقول لك بكرتونته كده، لسه بكرتونته. نزلت عشان اشوف، لقيت ترابيزات بلياردو اكنها بقى لها 20 سنه، لقيت عاملين واسعارها، هي بصراحه الاسعار ارخص من اماكن كتير بره، بس مش اسعار رخيصه برضو في متناول الشباب بالمناسبه. واخش على البولينج، تلاقي البولينج ايه، كور متكسره والارضيه مخربشه، وده اللي هم بقى لهم شهر ولا شهرين اصلا. وبعدين ايه، يا ريت حتى بيبقى فيه الاقبال الجامد اللي تقول الكلام ده حصل مره واحده. احكي لي على الملفات، يعني هل يعني ده يعتبر ملف من ملفات الفساد في الحته دي، وهل في ملفات معروفه المفروض يكون اي وزير هيجي دلوقتي يبتدي يركز عليها الفتره اللي جايه؟ هو انت يعني سريعا فكرتني بالمشهد بتاع عادل امام في الفيلم بتاع التجربه الدنماركيه بلاش الفيلم ده. لما دخل مركز الشباب هم قاعدين يقولوا اتفضل يا معلم صبح. يعني طبعا اهم الملفات احنا يعني الملف بتاع صفر المونديال، لو نفتكر يعني لو نرجع بالذاكره طبعا، يعني ان كان حد بيفتكر في البلد يعني المتوسط كمان بعد الثوره. ما انا لسه هقول لك، بس طبعا صفر المونديال انا بتكلم ان حصل فيه تحقيقات يعني، ففين الكلام ده، فين النتائج اللي اتقالت لنا يعني، حاسبوا الناس المسؤوله. صح. فده ملف. الملف الثاني دوره العاب البحر المتوسط اللي هي كان اسكندريه مرشحه ليها 2017. طبعا ده احنا كنا يعني قريبين جدا من المكسب، وفي كلام كتير حصل عن اسباب الهزيمه واسباب الخساره وليه. فانا اعتقد ان اول مسؤول هيجي لازم يفتح الملف ده، وكل الملفات اللي كان فيها فلوس اتصرفت من الدوله على هذه البطولات. واعتقد احنا